السلام عليكم أصدقائي الصغار، كيف حالكم اليوم؟ لقد اشتقت إليكم كثيرا. هل تذكرونني؟ نعم، إنني معلمتكم هبة، مدرسة مادة اكتشف. درسنا اليوم يتحدث عن الكائنات الحية. تذكروا معي، كيف أعرف الكائنات الحية عن الأشياء الغير حية؟ نعم، درسناها في الفيديو السابق. فالبيئة حولنا تنقسم إلى كائنات حية وأشياء غير حية، وتعلمنا تصنيفها. اليوم سوف نتعلم تصنيف الكائنات الحية إلى نباتات وحيوانات. لدينا، انظروا معي إلى هذه الصورة، شجرة. هل تعرفون هل هي نبات أم حيوان؟ نعم، إنها نبات. ما هذه الصورة؟ إنه حصان. الحصان حيوان. نحلة، والنحلة أيضا تكون حيوان. أرنب، فالأرنب نعم أحسنتم، حيوان. زهرة، نعم، فالزهرة نزرعها ونسقيها ونعتني بها، إذن هي من النباتات. هيا افتحوا معي درسنا في صفحة 74. درسنا اليوم بعنوان نزهة في الخارج. تخيل معي أنك قمت مع والدك بنزهة، وفي هذه المربعات سوف ندون ما شاهدناه وسوف نكتب اسمه. هيا فلنتخيل أننا كنا في الصباح فرأينا الشمس مشرقة، فرسمنا شمسا في المربع الأول، ورأينا أيضا فراشة زرقاء جميلة. نعم، ورأيت عصفورا. نعم، ورأيت أيضا طائرة ورقية، ورأيت شجرة، وأيضا رأيت وردة. صنفنا هذه الأشياء في مخطط ثنائي الأعمدة. في العمود الأول وضعنا الكائنات الحية، وفي العمود الثاني وضعنا الأشياء غير الحية. تذكروا معي، ما هي الأشياء الحية التي وضعناها في العمود الأول؟ نعم، فراشة، عصفورة، شجرة، وردة. وفي العمود الثاني وضعنا الشمس لأنها شيء غير حي، والطائرة الورقية. اليوم سوف نقوم بلعبة، وهو أننا سوف نضع دائرة حمراء بجانب الحيوان، ودائرة خضراء بجانب النباتات. هيا، الفراشة حيوان أم نبات؟ نعم، حيوان. ارسم معي دائرة حمراء. العصفورة نعم، حيوان أيضا. ارسم معي هيا دائرة حمراء. الشجرة أحسنتم، نبات لأننا نزرعها في الأماكن الخضراء. والوردة نعم، هي أيضا من النباتات لأنني أستطيع زرعها في الأماكن الخضراء أو في أوعية. هيا اكتشف معي الآن، ما هي الفروق المميزة بين النباتات والحيوانات؟ النباتات تكون عادة موجودة في الأماكن الخضراء مثل البستان والحديقة، والنباتات عادة تنمو في الأرض
أو يمكنني زراعتها في حاويات أو أوعية. والنباتات لا تتحرك حولنا مثل الحيوانات، فهي لا تنتقل من مكان إلى آخر، بينما الحيوانات تكون لها أعضاء حسية وتتحرك حولنا. هل تعرفون ما معنى أعضاء حسية؟ أعضاء حسية مثلنا، فهي لها أيدي وأرجل وعيون وفم وأنف وأذن. أحسنتم، أنتم رائعون. ننتقل إلى الصفحة التالية، والآن سوف نقوم بعد عدد النباتات التي رأيتها وعدد الحيوانات. هيا تذكروا معي، كم عدد النباتات؟ نعم، أسمعك. أحسنت، 2. وأيضا كم عدد الحيوانات؟ نعم، 2. والآن أريد منكم أن نستخدم هذه الأعداد لكتابة جملة عددية، أي أن نكتب عدد الكائنات الحية يساوي النباتات 2 وإضافة أيضا الحيوانات 2 فيصبح العدد، هيا اجمع معي، هيا 2 3 4. أحسنتم، أنتم طلاب مجتهدون. شكرا لكم، أنتظركم في الفيديو القادم.